هنعمل بقى النهاردة حلا سهل وسريع ومش مكلف كمان. يعني عندك لتر حليب وكوبايتين سكر، هتقومي تعملي حاجة حلوة للولاد كده سهلة وسريعة ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود. شايفين جمالها عاملة ازاي؟ تجنن وطعمها رهيب. تحطيها بقى في التلاجة كده والولاد ياكلوها ترطب على قلبهم في الحر النار ده. جميلة جدا جدا ومش مكلفة كمان. نصلي بقى على سيدنا محمد كده الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنجيب حلة بقى نحطها على النار ونحط فيها 3 معالق كبار من السمنة، وممكن تزودي برضو شوية زيت صغيرين كده، وهنحط عليها كوباية من الدقيق. تمام كده، بس الدقيق طبعا لازم تبقي نخلاه علشان ما يبقاش فيه حاجة كده ولا كده. هنقلبه كويس جدا، يعني نشوحه كده زي البشاميل، بس تهدي النار عشان الحلة بتاعتك ما تتحرقش من الجنب زي الحلة بتاعتي كده. يعني ده على نار هادية كده ونشوحه كويس جدا. هنضيف بقى عليه ايه؟ لتر من الحليب، لتر كامل الدسم بالقشطة بتاعته زي ما انت شايفة كده. القشطة ما شاء الله عليها كانت كتير في اللبن كده او الحليب، فبتديله طعم حلو قوي للحلة ده. حطينا بقى كوباية من السكر او حسب الرغبة، حسب ما انت حابة، وهنحط فانيليا. تمام كده. هنديله بقى تقليبة كويسة كده، هنقلب فيه كويس جدا لحد ما القوام يتقل زي ما انت شايفة كده، بس على نار هادية يا بنات علشان خاطر ما يتحرقش او يلزق منه. هنغرفه بقى في البولات بتاعتنا. طبعا لسه طبقة تانية هنعملها وما بتاخدش وقت خالص زي ما انتوا شايفين كده، خلصناها في دقايق. نغرفها بقى في بولات، عايزة تحطيها في صينية كده مش مشكلة، اي حاجة زي ما انت حابة يعني. شايفة القوام عامل ازاي؟ وتخلي برضو ايدك سريعة كده علشان خاطر مش يقفش معاكي بسرعة. جبنا بقى حلة تانية كده وحطينا فيها كوباية من السكر، وعلى نار هادية علشان خاطر السكر بتاعنا يكرمل. شايفة لونه عامل ازاي؟ انت لو عليتي النار هيتحروق. دي بقى كوباية مية مغلية، يعني كوباية مية مغلية مش باردة علشان خاطر السكر ما يكتلش مننا وياخد وقت لما يفك. تمام كده يا حبايبي. ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو. اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. طبعا جبت كوباية تانية من المية، بس مية عادية خالص، وفيها معلقتين كبار من النشا مقلباهم فيها يعني. حطيناها بقى على الخليط بتاعنا كده وقلبناها تقليبة لحد ما القوام تقل معانا. طبعا القوام الاولاني ده او الخليط الاولاني ده برد. تمام كده، يعني ما ينفعش يبقى سخن او لسه طري كده وتحط عليه الطبقة التانية دي، لا لازم يبقى عمل قشرة كده وبرد. هنحط بقى ايه الكراميل بتاعنا كده. يجنن الخليط ده او الميكس ده، طعمه رهيب بجد، وحاجة سهلة وسريعة كده، بما ان بقى الواحد مكسل يعمل حاجة حلوة. فدي يعني ما خدتش 10 دقايق بالظبط والواحد كان مخلصها. شايفين جمالها؟ هنسيبها بقى تبرد كده علشان ايه؟ ما ينفعش تتاكل وهي سخنة طبعا. هي كده بردت بقى وبقت تجنن، طعمها رهيب يا بنات وشكلها حلو قوي قوي، والولاد هيحبوها جدا وهيشكروكي عليها لما تعمليها. تحطها في التلاجة بقى كده والولاد ياكلوا منها. طعمها لذيذ جدا والميكس ده فظيع. يعني الكراميل اللي فوق الوش والطبقة التانية دي تجنن. زينيها بقى بأي حاجة موجودة عندك، صوص شوكولاتة، بشر شوكولاتة، أي حاجة. بصراحة هي مش محتاجة يعني. جربوها يا بنات وبألف هنا وشفا للي جربها.